غالبا التاش اصلا خاطينه يعني للمرحله دي بالذات يعني. طيب الان كلهم شغالين شنو؟ كلهم شغالين في قصير انه لازم تكون في حكومه في قلب السودان، والجنجويد حيتنازلوا ويسلموا الحكومه دي المدنيه، يقبلوا القحاطه يركبوا في ظهورهم، وبالقحاطه حنوديكم الشارع حنوديكم الشارع. دي اخر لفه، واللفه الاخيره دي احنا جبناها وكشفناها. التطور الجيد اللي بيخليني انا افتكك والعالم ده ما حيشتغل بيه الموضوع بتاع ايران. وانا طبعا بيعجبني لما يكون في فتك كده والعالم ده يكون مشغول له بحاجه. العالم يكون مشغول بحاجه ثانيه اكبر من الموضوع بتاعك ده. ما شايفينك هسي بريطانيا فرنسا اوروبا دي كلها الان شغاله بتودي طائراتها لحمايه دولها ومصالحها في الشرق الاوسط هناك. فانت هسي ما شايفينك. الليله انا اي سلاح عندي ممكن استعمله افتكك، ما في زول شايفك. ليه؟ لانه الناس كلها خاطه نفسها مع ايران. ايران حتفك الطلقه الاولى، لا الامريكا حيفكوا الطلقه الاولى، الاسرائيل حتعمل شنو ما بعرفوا لك البتاع، والخليج هيعمل شنو، الناس دي كلها بسيطوا طاطي طراطاق طاق. الناس في حاله استعداد. في الحاله دي يا صاحبي انا بشتغل بالسفروق، الفتك والمتك والبل والتقن شغال يا صاحبي. لما التفتوا ليك انت يقول انا قاعد في نياده. نعم قاعد في نياله. انا يلقوني قاعد في نياله، ارجع الجنينه، ارجع نياله، او ارجع الضعين، ارجع الفوله، يلقوني انا قاعد. نعم ايوه نعم. هل دارفور سقطت؟ دارفور ما سقطت في يد الجنجويد. لسه الدارفوريين بيقاتلوا، السودانيين بيقاتلوا، موجودين جنب الجنينه، مسافه اقل من 11 او 8 او 9 او 10 كيلو. شغل قريب جدا يا صاحبي. ريحه البارود قاعده تنشم مع صاحبي. عليكم السلام الشايب كيفك؟ الناس اللي قدمت قصه ايوه احنا نعتذر لكم والله. الناس دي كلها قدمت قصه، لكن انتوا عارفين انا محظور يعني. لو اورينا كده كلنا بنمشي، كلنا بنمشي. فهمتوا؟ فممكن نجيب الناس دقيقه دقيقه كده يعني. السودان، انا السودان تعال لو موجود يعني. مرحبا بك. السلام عليكم. مرحب. كيف الحال؟ الحمد لله. اخبار هنا؟ شبكت الكعبه ولا شنو انت؟ طيب انا نزلتك، ولو بقيت في شبكه كويسه قدم تاني كويس. المرحله دي انا داير العالم مشغول بك. انت جاري في اوروبا انا شايفك. اجتماعاتك في اوروبا بكم نفر؟ زي ما كلمتك يعني خالد السلك ما عنده ناس، ما عنده. طيب القحاطه الان بجنجويتهم دايرين يعملوا مليونيه، دايرين يعملوا وقفه احتجاجيه. دل الاجتماع بتاع خالد السلك في اوسلو. فيه قلنا خواجات كم جبال؟ قلنا 1 2 3 4 5 6 خواجي. والسودانيين كم؟ بي خالد السلك. السودانيين دول نحسبهم بي خالد السلك. شفتها؟ الجواسيس زي 1 2 3 كويس؟ 4 5 6 7 8 9 10 لا 9 10 11 بالمرم باروكه دي برضه مننا يعني. اصلا دي مننا. الشغل قاعد نشوفه برا في الشارع. الشارع ذاته قصير كده. بس ديل السودانيين في وسطه. دي عضويه القحاطه والجنجويد في وسطه في النرويج. 9 في النرويج. 9 فقط. نحن ما شغالين بهم. لا شغالين بهم. نعم نحن شغالين بهم. شغالين بهم دبلوماسيا. السودان حيسلم النرويج خطابات سريعة جدا. واكثر دولة دمرت افريقيا بمنظمات كاذبة ودمرت سوريا
وحتى دمرت أسر وأطفال وانتهاك لحقوق الإنسان ولحق الطفل والمرأة. النرويج دولة يعني بتربي تربية غير إخلاقية. النرويج أكثر دولة دمرت المجتمع المسلم، دمرت السوريين، العراقيين، الفلسطينيين، السودانيين، الأثيوبيين. ما في جنسية مشت النرويج أسرة ربت أطفالها صح، ما في، مستحيل. إلا شيل أطفالك تجري. ما عندنا قضية بجوازات دبلوماسية، بالله يشربوا مويتها. ما عندنا قضية بيهم، نحن عارفين بنعمل في شنو. تقعد تهلت، تقعد تهلت، لقط القلدو بنتين سجمون ما قد فين ده؟ فهنا نحن ديل ما شايفينهم، لا شايفينهم وواضعين لهم شغل وواضعين لجمهورية النرويج شغل، لأن المنظمات النرويجية اللي عملته في أفريقيا، التفكيك اللي عملته في أفريقيا بس، وجواسيس أكثر منظمات تجسست وأكثر دولة تورطت من الدول الأوروبية هي النرويج، المخابرات النرويجية في حرب السودان. ما الجدويد قال موجودين، نحن عارفين. ومنظمات إيطالية ومنظمات فرنسية في أفريقيا الوسطى وفي الكاميرون وفي تشاد ساعدت ميليشيات الجنجويد بواسطة الصليب الأحمر الدولي. حنقول الكلام ده بالواضح، ما عندنا حاجة نلبي ده، شغلنا برا يا صاحبي. هنا ده ما في والله أنا عشان أدوني إقامة، لا لا لا، نحن شغلنا برا. ليه؟ لأن السودان خط أحمر. ما جينا البلد دي عشان نلبس، ولا جينا البلد دي عشان ناكل، ولا جينا البلد دي عشان أنه نحن نكون كده ولا كده. نحن جينا البلد دي قلنا فيها حرية وتعبير رأي فقط، لأنه في بلدنا ماكلين وشاربين وشقالين في أحسن شركات 5 ستار. الكلام ده لازم تعرف. شركات 5 ستار، أنا لا شغال في شركات 5 ستار 5 نجوم. آخر الشركة السودانية اتصالات المحدودة السودانية جاية من شركة باسكارس للتنمية وحضبار الجوفي. شركة باسكارس للتنمية شركة ممكن عالمية، شركة رقم 13 عالميا، وهي اللي اشتغلت النهر الصناعي الليبي. وجاية من شركة كردفان الخيرية للخدمات الجامعية الهندسية إنشاء جامعة كردفان. فهمت؟ فما جينا أوروبا دي عشان نتعلم لنا مهنة بتاع الجير مع احترامنا للناس، ولا مهنة بتاع السباكة. نو نو نو، أنا جاي سياسي. والله ما أكذب عليك، والناس اللي بتعرف يعني. خلاص، لأي دول له ظروف يعني، مع احترامنا للناس يعني. في ناس برضه في أوروبا هنا يقول لك والله نحن من أبناء دارفور، طبعا تيادنا لشرفاء أبناء دارفور، والله نحن يشوفوا أنه يقول لك والله ما يدوكم ورقة تجاركم يا أخي. أوروبا تقول بين أبو قاعدين جزء منهم قاعدين في معنا في اللي موجود يشيبونا. طبعا أنا كلامي برا، طبعا قاعد لبي زول حاجة في عينه قاعد أوري. والله بيشوفوا البلد زي حق أبوه كده، هم بيشوفوا هم زي ناس أبرياء ديل وآخرين. قوم على حيلك يا أخي، سجم. المهم